تفتكر ايه الفرق بين شركة صغيرة مش معروفة وبراند عالمي بيتباع في كل حتة في العالم؟ الفرق ممكن يبقى قرار واحد بس. خليني احكي لك عن شركة بدأت بكام موظف بس وما كانش في اي حد يعرف عنها حاجة. الشركة اسمها بلينتك وبتعمل خلاطات زي ما انت سمعت كده، مفيش اي حاجة مبهرة في الموضوع. بس تعالى اقول لك الفكرة العبقرية اللي عملوها في التسويق. مدير الشركة قرر في يوم انه يجيب موبايل ايفون ويحطه جوه خلاط من اللي هم بيصنعوه، زي ما انت بس سمعت كده، موبايل ايفون جوه الخلاط، وبدوس زرار واحدة الموبايل اتفرم. الناس اللي شافت الفيديو كلها اتجننت. الفيديو حرفيا جاب ملايين المشاهدات على يوتيوب، حتى ترند ساعتها وسموها ويل بليند ات. والناس بقت تستنى الفيديوهات دي وبقى عندهم ترند، ناس بتشير الفيديوهات بتاعتهم من غير ما يدفعوا فلوس. وكل ده بسبب قرار واحد بس، مش اعلان ولا خصم ولا اوفر، هو بس مجرد فكرة تسويقية مجنونة. راجع افكارك التسويقية، يمكن كل اللي محتاجه هو قرار واحد بس زي ده. ما تنساش لو عجبك الفيديو تعمله لايك وتشاركه مع صديق ليك نفسه مشروعه يكبر.